ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الإسراء والمعراج، ويا رب يبدل أحزانكم وقلقكم بأفراح بحق الليلة الكريمة يا رب. ومعاكم حلقة جديدة من هري ولاد وعجن الخميس المسجلة يوم الجمعة. وأسفة على عدم الالتزام بالمواعيد، بس بين الشغل والحياة والتجهيز لشهر رمضان الكريم، وكل سنة وانتم طيبين مع ألف ليلة وليلة الإذاعية. الدنيا صعبة شوية حبتين، بس اهو بنحاول. النهاردة الحلقة مقسمة لجزئين بين تطورات قضية رامي فهيم ومؤسسة فاهم، وأيضا شوية أخبار عن السفاح سيء الذكر جيفري دامر. والجزء بتاع جيفري دامر على فكرة ده كان مسجل من أسبوع، لأن قلت لكم إن أنا كنت مسجلاه، بس موضوع القدس خلاني إن أنا أسجل الحلقة بتاعت سفاح القدس. الجزء بتاع رامي فهيم وتطورات قضيته اوريدي متسجل في يوم الجمعة. دلوقتي بقى احنا طبعا للي ما يعرفش، طبعا احنا بنتكلم على تطورات قضية رامي فهيم المتهم بقتل شابين أمريكيين في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا في إبريل الماضي. كان عندهم 23 سنة الاتنين، وحاليا هو ممكن يواجه حكم الإعدام. رامي فهيم هو الابن البكري للوزيرة السابقة لوزيرة شؤون الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم. آخر تطورات قضيته إن في يوم 10 فبراير المحكمة في مقاطعة أورنج قررت تأجيل جلسة الاستماع إلى 2 يونيو 2023. رامي فهيم رسميا بيواجه 8 تهم رسمية متعلقة بجريمة القتل بسبق الإصرار والترصد والانتظار، اللي هي ال special circumstances أو ممكن نقول الظروف الخاصة، وهي ديت اللي بتخليه يعني يبقى في حكم إعدام ممكن يواجهه. هي الثمان تهم هم 4 تهم بس، عشان هي دبل ميردر أو جريمة قتل مزدوجة فيها شخصين، بقوا دبل، بقوا يعني من 4 بقوا 8. احنا طبعا بنتكلم عن ضحيتين جريفين كومو وجوناثان باهم الله يرحمه. قبل يوم 10 فبراير كان في تطورات تانية بتحصل في القاهرة. في يوم 27 يناير والدة رامي فهيم نبيلة مكرم أعلنت إطلاق مؤسسة للصحة النفسية ومساندة المرضى النفسانيين في مصر، ومساعدتهم لمواجهة الوصم الاجتماعي ضد المرض النفسي. المؤسسة دي اسمها فاهم. تم إعلان عن مؤسسة فاهم في إيفنت كبير في فندق الماسة بمدينة نصر 27 يناير، وحضر وزراء الصحة والتضامن والشباب، وكان إيفنت كبير جدا. في اللونش تم توقيع بروتوكول تعاون هو الأول لفاهم مع المجلس الأعلى للمرأة. الحق يقال لم يمر شهر على إطلاق المؤسسة، وكانت اوريدي مضت بروتوكولات تعاون كتيرة جدا مع مؤسسات و NGOs في مصر. أهمها كان التعاون مع The World Youth Forum أو المنتدى العالمي للشباب، منظمة الصحة العالمية لمساعدة الصحة النفسية للاجئين والنازحين من مناطق النزاع في مصر، في مبادرة من مبادرات المنتدى في دورته ال5. في يوم 28 يناير ظهرت الوزيرة السابقة في أول لقاء تلفزيوني طويل كان مع خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، اسمه حديث الناس. اللقاء دوت كان لأول مرة بتتناول فيه بشكل موسع حادثة ابنها، واعترفت إن أيوة إن الكلام مع ابنها وحادثته كانت هي سبب وراء قرارها بإطلاق هذه المؤسسة. اعترفت إن ابنها كمان كان مريض نفسي officially رسميا. هي قالت ان هي بتكلم ابنها المحتجز حاليا في الولايات المتحدة يوميا او بالليل بيكلموا بعض مع التليفون. كان السبب وراء اطلاق المؤسسة او وراء اسمها فاهم ان ابنها اعترف لها ان رامي ان كان هو ابتدى يحس ان في حاجة غلط نفسيا فيه في سن 10، بس هو ما قدرش يقول لها عشان هي مش هتفهم،
ومن هنا جه اسم فاهم. هي طبعا في جزء ان المرض النفسي في مصر بالفعل حتى هذه اللحظة في ثقافة مجتمعية بتوصم المرضى النفسانيين خاصة الأطفال لما بيشتكوا لأهاليهم. هي طبعا الحمد لله ابتدت، أنا شايفة إن في الفترة الأخيرة ابتدى في انتباه للأطفال ومشاكلهم النفسية، بس هي دي نقطة حقيقية إن كان أجيال ممكن أطفال تشتكي وأهاليهم ما يفهموش إن هم أبنائهم بيعانوا مرض نفسي، خاصة لو كان الولد، وهي نفسها اتكلمت في الانترفيو إن هو كان الولد شاطر وهادي، فهي شايفة إن مفيش مشكلة. نبيلة مكرم كمان قالت في اللقاء لأول مرة إن ابنها مصاب بالشيزوفرينيا. ده أول مرة يتقال رسميا، هو الكلام دوت كان بيتقال على لسان مصادر تحدثت إلى موقع فلان الفلاني وكده. هو هي كمان قالت إن في ريبورتس عندهم بتقول إن هو عنده شيزوفرينيا، والريبورتس دي والده اللي موجود حاليا في الولايات المتحدة واخدها معاه علشان يديها للمحكمة. وطبعا يعني السيدة ليلى بنس آخر واحدة هتحب موضوع الريبورتس الرسمية اللي بتقول إن هو عنده شيزوفرينيا. ولو مش عارف ليه أو مين السيدة ليلى بنس، ارجع أيها المستمع الكريم إلى الحلقة 9 من لاتو هاري وعجن الخميس. نبيلة مكرم طلعت إن هي بتسافر له كل 3 أشهر. هي زي ما أنا قلت قالت إن ابنها مصاب بشيزوفرينيا، وقالت إنه وقت الجريمة طلع إنه هو وقف الدواء بتاعه وحصلت انتكاسة، وإنه ابتدى يسمع أصوات تحرضه على القتل. موضوع الهلاوس السمعية لمرضى الشيزوفرينيا دوت شيء مش حاجة غريبة. وعايزة أقول حاجة كمان، إن هي في عدد لا بأس به من القتلة المتسلسلين السيريال كيلرز كان عندهم شيزوفرينيا، وكانوا برضو بيقولوا إن إحنا سمعنا أصوات. أشهرهم على الإطلاق كان حالة سان اوف سام ديفيد بيركوودز. حاليا هو دلوقتي موجود في السجن في أمريكا في نيويورك. سان اوف سام رعبب، بمعنى رعبب نيويورك في آخر السبعينات لما كان بيطلع بالمسدس بتاعه ويقتل ناس راندملي كده في الشارع. لما اتقبض عليه قال ان كان في شيطان او كائن شيطاني لابس كلب جاره وهو اللي قال له اقتل الناس. طبعا هو كمان انا عايزه اقول لكم حاجه، ان في ما يصار ان ديفيد بيركويدز بيدعي ان هو عنده شيزوفرينيا وان هو مش شيزوفرينيك، يعني برضو عشان اقول القصه كامله من المجاميع. وفي دوكيومنتري جميل جدا على نتفليكس سانز اوف سام، اتفرجوا عليه على القضيه دي. بس معروف يعني شبه مسلم به ان هو ديفيد بيركويدز كان بيعاني من شيزوفرينيا، وده كان اهم حاجه قالها، ان هو سمع اصوات قالت له اقتل الناس واعمل وسوي. ده مش السيريال كيلر الوحيد، بس ده اشهرهم، ودي الحاله اللي نطت في دماغي اول ما نبيلة مكرم قالت ابنها سمع اصوات طول. هي كمان قالت ريفيلد، يعني صرحت لاول مره عن تفصيله انا شايفه ان هي حاجه صعبه جدا في الجريمه، ان ابنها تقريبا فاق لقى نفسه جنب جثتين، وانه هو ما كانش فاهم ولا عارف ايه اللي حصل. طبعا الكلام ده كله مؤسسة فاهم نزلته بترجمة بالإنجليزية في صفحتها على الفيسبوك. في نفس اللقاء نبيلة مكرم قالت إن هي فخورة بكل أبنائها، وإن رامي مش مجرم، وإنه عاني ومحارب علشان تحمل مرضه النفسي لسنين بدون أن يشكي إلى أحد. والكلام ده أنا عندي مشكلة، لأن أنا عارفة أوكي هي وهي حزينة على ابنها، وعلى فكرة هي قالت حاجة يعني تكاد تكون هي الحقيقة بالفعل، ان هي كان بالنسبة لها ان هي تفقد ابنها على ان هو يكون في الموقف ده. دي حقيقة. انا عندي مشكلة لان هي بس برضو جريفن وجونسون عندهم امهات، ومعلش جونسون وجريفن ما عندهمش ذنب ان هم يدفعوا تمن ان ابنها كان محارب. بالعكس الكلام دوت يدين، أنا أسفة، أب وأم في القاهرة سابوا ابنهم بيعاني في الصمت لمدة سنين وسابوه في بلد برا
يعني انا مش عارفه لو كان هو خطير وعنده شيزوفرينيا لهذا المستوى ازاي يتساب بره. انا طبعا مش عارفه كل التفاصيل وما اقدرش ان انا احكم بمنتهى السهوله كده هو، بس برضه وانا عايزه اقول لكم حاجه انا قاعده افكر فيها، ان انت بتقولي ان انا ابني عنده شيزوفرينيا علشان دوت ممكن بالفعل ينجيه من حبل المشنقه او حكم الاعدام في ولايه كاليفورنيا. وهي بالفعل في كلام ان طبقا لليو اس سوبريم كورت اللي هي المحكمة الدستورية العليا في أمريكا، في حكم تاريخي ان ممكن المرضى النفسانيين في حالاتهم اللي هي بيبقى الاكستريم او الصعبة جدا من حالة المرض النفسي، حيث ان المريض لا يملك قرار نفسه او بيتحرك من نفسه، انه هو ما ياخدش او يتم الطعن على اعدامه ولا يتم اعدامه. وعلى فكرة في الحالات النفسية الحرجة بيتم بدل حكم الإعدام بيبقى فيه حكم مدى الحياة في مصحة نفسية، وتقريبا ده السيناريو اللي بيحاولوا يوصلوا له في قضية رام. الفكرة إن أكاد أجزم، وأنا لسه مش عارفة طبعا يعني المدعي مقاطعة أورنج هيعمل إيه، بس أكيد أول كلمة هيقول إنه هو لأ كان في وعيه، بدليل دوت دارس في الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج من جامعة كذا وكذا ودارس في جامعة كذا وكان شغال في ولاية كذا وكان عايش حياته لوحده. دوت إنسان قادر إن هو يتحمل مسؤولية نفسه ويعمل قراراته. أنا متأكدة إن دوت هيبقى الديفنس او اللي هو القضيه اللي هتقدم الى المحكمه. المهم احنا ننتظر بقى لغايه 2 يونيو ونشوف جلسه الاستماع، هل يا ترى يعني هتؤدي الى جلسه استماع اخرى ولا هتبتدي القضيه قريب. ونروح للجزء الثاني في حلقتنا النهارده، هي متعلقه بسيء الذكر ابدا ودائما جيفري دامر. يوم 10 يناير فاز الممثل الشهير إيفانس بيتر بدوره في مسلسل دامر مونستر ذا جيفري دامر ستوري من إنتاج قناة شبكة نتفليكس بجائزة أحسن ممثل في فئة المسلسلات التلفزيونية القصيرة في الجولدن جلوبز المقدمة من رابطة الصحفيين الأجانب في هوليوود. جوائز الجولدن جلوبز تقريبا هي تاني أهم الجوائز الأمريكية بعد الأوسكارز، ويعني بعديها بيبقى الإيميز اللي هي بتبقى الجوائز التلفزيونية. دي على فكرة مش أول جايزة ياخدها بيتر. إيفانس بيتر من الممثلين التقال الشباب في التلفزيون حاليا في أمريكا. و2021 اوريدي هو كان حصل على جائزة أحسن ممثل مساعد في برضه في فئة المسلسلات القصيرة الدرامية بس في الإيميز على مسلسل مير اوف ايست تاون اللي كان بطولة كيت وينسلت. وعلى فكرة المسلسل ده تحفة وكان دوره السهل الممتنع بالفعل يستحق الجائزة. كانت الإيميز كان واخد اللي هي الإيمي أوورد. هو طبعا إيفانس بيتر يعني أنا من الناس القديمة اللي بتتفرج على أمريكان هورر ستوري وعارفة شغل ريان ميرفي، وإن ده من الممثلين أو الكاست المحبب ليه لريان ميرفي إن هو يشتغل مع إيفانس بيتر. وكان إلى حد ما أنا بصراحة كان يعني دور الشاب المضطرب ده خلاص ده بقى ملاصق لإيفانس بيتر. المهم بعد ألف مبروك ليه وإلى الأمام دائما. كان في خبر يوم 12 يناير وده كان أكثر أهمية وهو اللي صنع عناوين أكتر في وسائل الإعلام والمواقع ووكالات الأنباء، إن أهالي ضحايا جيفري دامر هاجموا تاني صناع المسلسل وقالوا كفاية تعظيم في دور القتلة زي جيفري دامر وكفاية تربح سواء من المال أو الشهرة من معاناتهم. وأولهم والدة الضحية توني هيوز اللي هو كان من لو انتوا فاكرين في المسلسل اللي هو كان الشاب الموديل اللي هو من بلاك أفريكان أمريكان من السود الأمريكان، كان من الصم والبق. أمه أصبحت ناشطة في القضية بتاعته زي ما احنا كنا شايفين في المسلسل. شيرلي هيوز اتكلمت وحذرت ان اعطاء الجوائز للممثلين عن ادوار زي دامر بيشجع المختلين عقليا ان هم يرتكبوا جرائم بدعوى الشهرة والخلود. ودي نقطة مهمة جدا على فكرة، دي نقطة مش حاجة ست بتأفور او حاجة، لا هي
دي جزء مهم، وللأسف الإعلام على مستوى العالم بيساعد فيها. أنا افتكرت ليه الخبر ده وبتكلم عليه دلوقتي. لما لقيت خبر نازل الأسبوع اللي فات، لما لقيت موقع باس فيد كاتب إن القضاء الأمريكي في ولاية لويزيانا أمر بحبس شاب عنده 21 سنة اسمه تشانس سينيكا لمدة 45 سنة لخطف محاولة قتل شباب مثلي. وكان النيابة الأمريكية هي والاف بي اي قالوا إن هي كانت كوبي كات لجرائم جيفري دامر. ودي بقى إن هي جيفري دامر بعديها، يعني هو مات في القرن العشرين، في القرن 21 عقدين وداخلين على أو تقريبا احنا في العقد الثالث، أنا مش عارفة بيتقال عليها ازاي، لازال الأثر بتاعه موجود. قضية سينيكا كانت أنا في رأيي إن هي تحذير. يعني أولا هو الفرق بينه وبين جيفري دامر إنه هو كان بيستخدم الابليكيشنز بتاعت الديتينج أو المواعدة اللي هي بتاعت المثليين، وكمان هو صراحة هو ما ارتكبش جريمة، هو كانت قبض عليه أو هو سلم نفسه وهو بيرتكبها. إيه اللي حصل بقى؟ أولا هي حصلت في سنة 2020. كان تشانس سينيكا كان عنده 19 سنة بس. أيوة، يعني هو دلوقتي هيقضي 45 سنة في السجن لو ما طعنش على الحكم وهو عنده 21 سنة، يعني واحد خلاص حياته اتدمرت. طب ايه اللي حصل بقى وقتها؟ اوكي، في حكاية سريعة جدا، ان سينيكا كان عنده 19 سنة، كانت عنده فكرة انه يستدرج الشباب المثلي زيه من الديتينج ابس علشان كان عايز يقتلهم وياكلهم، الاحتفاظ بيهم الى الابد زي جيفري دامر. اوريدي من مفاجآت القضية ان اكتشفوا ان الاستاذ تشانس كان حاطط صورة جيفري دامر كبروفايل بيكتشر ليه في الفيسبوك في سنة 2019. يوم 20 يونيو سنة 20 هو بالفعل نجح في استدراج أول ضحية، ولد تاني عنده 18 سنة اتعرف عليه، كان بقالهم شهر بيتعرفوا على بعض عن طريق ابليكيشنز المواعدة. وعرض ان هو يعني يجيله البيت ابوه، انا مش عارفة كان المستر سينيكا كان موجود فين ولا ما اعرفش. المهم طبقا لكلام الضحية، اولا هو الضحية اسمه هولدن وايت، كان ليه انترفيو انا شفته على اليوتيوب. اولا هولدن وايت لما تشوفوه في الفيديو هو شاب ضئيل الحجم، ودي نقطة كمان مهمة ان ازاي اختار الضحية بتاعته. هولدن وايت قال ان هو ما كانش فيه اي حاجة، هو بس كان رايح يلعب مع فيديو جيمز. طبعا الكلام في التحقيقات ان هي ما كانتش فيديو جيمز قوي يعني. المهم ان سينيكا خنق هولدن وايت بالحزام لغاية ما أفقده الوعي. لما الولد رجع له الوعي تاني كان في البانيو في الحمام، تقريبا كان في فيلم تعذيب، فيلم رعب حصل. سينيكا ضربه بشاكوش على دماغه فتحه. اولا هو كان بيرجع ويعني بيفقد الوعي ويرجع تاني من كتر الدم اللي كان نازل منه. سينيكا عشان كان عايز يقتله ويقطعه ضربه بشاكوش على دماغه، وبعد كده هو اتقطع شرايين وايت، وكمان طعنه في رقبته بمعول تلج اللي هو الايس بيك. وانا بصراحه مش عارفه ازاي الولد اساسا عرف يعيش بعد كده. هو كان بيقول ان كان بيرجع زي ما انا قلت، كان بيفقد الوعي وبيرجع تاني من كتر الدم اللي هو قاعد ينزل منه. في اللحظه الاخيره فجاه سينيكا اتكلم 911 بيطلب منهم ان يلحقوه عشان هو هيرتكب جريمه. طبعا راحوا لقوا المصيبه ديت، قبضوا عليه. هولدن وايت قعد في الغيبوبة لمدة 3 أيام. السنة دي ابتدى يعرف يحرك ايديه، وان كانت في يد من الاتنين لازالت الحركة فيها مش كاملة. الولد اساسا يعني اثار الحاجات بشعة جدا. المهم الاف بي اي في
القضية نفسها. ودي بقى يعني يا رب الواحد يشوف الكلام دوت في حياته، ان هي حرية الوصول للوثائق والتحقيقات والمعلومات، كل ده موجود وممكن الواحد يوصل له في امريكا وبالانفورميشن اكت وكده. كانت التحقيقات بتحذر ان هي كوبي كات من جيفري دامر. اوريدي تشانس كان حاطط صورة جيفري كبروفايل فوتو في الفيسبوك، يعني اكتر من كده ايه. الفكرة ان انا زي ما قلت قبل كده هوت، ان جيفري دامر اصلا ما كانش هو الوحيد. آه، ده يعني انا عايزة اقول لكم ان هو على الاقل في 2 سفاحين بعديه ظهروا بنفس الطريقة، بنفس الايمو، بنفس حتى الاختيار الضحايا، حتى كل حاجة. وانا وانا بقرا القضايا بتاعتهم وبشوفها في الدوكيومنتريز، وبعد كده بقعد ادور بقى في ويكيبيديا على الكرايم لايبرري او كده، كنت عايزه اقول طب ما حدش حاول يعمل دراسه واحده ان الكوبي كات ميردرز دي ايه تاثيرها؟ هل هو الاعلام اللي بيلعب دور ان هي تتاثر، الناس دولت يتاثروا بيها باضطرابهم النفسي؟ الله اعلم. على فكره ممكن يعني من ضمن الحلقات اللي انا بفكر فيها ان انا اعمل اخوات دامر سيئين الذكر برضو، لان على فكرة هم مش بس موجودين في امريكا، لا احنا بنتكلم في كندا. كندا كان فيها 2 ما شاء الله، ويعني حاجة الواحد متفاجئ يعني. اصل كندا يعني ليها perception هي it's kind country and kind people، بس طلع ان هي لا، تحت السواهي دواهي فيها مصايب سودة من ناحية السيريال كيلرز والمجرمين والكالتس وكده هوت، ما اعرفش بقى بالفعل تحت السواهي دواهي. على اي حال هي دي حلقتنا النهاردة، وأتمنى تكون ليلتكم سعيدة وما يكونش فيها أحلام مفزعة بسبب القصص الغريبة المفزعة ديت. وشكرا لحسن استماعكم وشكرا لوقتكم، وأتمنى إن لو الحلقة عجبتكم، لو انتوا بتسمعوا عن طريق أبل بودكاست، تدوني ريتنجز حلوة وكده. وشكرا، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، وليلتكم سعيدة بإذن الله.